العلامه رقم 1 في العالم في مبيعات العربيات الكهرباء، اخيرا بتعلن عن وجودها في مصر بشكل رسمي، وبتقدم BYD تاي 7 بالتصميم الترندي الجديد الاوف رودنج. تاي 7 تكنولوجيا DMI من BYD بمنظومه سوبر بلاج-ان هايبريد. الفئه اللي بنجربها دي اسمها الترا، دي اول فئه، دفع امامي بموتور 1500 سي سي تيربو مع موتور كهرباء على العجل الامامي بقوه 275 حصان وعزم 315 نيوتن متر مع نقل الحركه سنجل سبيد. والعربيه هنا بيكون فيها سقف بانوراما كبير جدا، وكمان بيكون فيه فتحه سقف، بس اللي يصعب عليك حاجه واحده بس، هي الستاره بتاعه السقف دي، لان هي بتضرب مشوار كبير جدا من قدام لحد ورا، لان العربيه طولها 5 متر، ومتاحه ب6 الوان: ايميرالد جرين ومون سيلفر وجانجل جرين واوبسيديان بلاك واتلانتس جراي وتيتانيوم ميتاليك جراي، مع الوان انتيريور ازرق في اسود وجملي في اسود وجراي في ابيض. والعربيه فيها شريحه 4G كونكتيفيتي، بتقدر توصلها BYD ابلكيشن عشان تتحكم في كل حاجه فيها، او تقدر توصلها بالانترنت وتفتح اليوتيوب وتتفرج على الفيديوز طول ما انت واقف براحتك. شنطه العربيه بتفتح بالجنب، وفي الفئه الاعلى بيكون الباب كهرباء، والشنطه مساحتها 522 لتر، جنوط 20 انش رياضيه باللون الاسود، وتحت الكبوت الموتور ال 1500 سي سي تيربو مع الموتور الكهرباء بتكنولوجيا DMI. شنطه على شكل استبن، بس هي مكان للتخزين اصلا، بتفتح من الزرار ده بمساحه تخزين 32 لتر. دخول الكنبه الخلفيه هنا سهل جدا، لان في مقابض في القوايم وانت بتركب العربيه، والمساحات ورا كلها هنا عملاقه من جميع الاتجاهات. وده الشاحن المنزلي بقوه 7 كيلو واط، بيتحط في فيشه البيت عادي بالمنظر ده، والناحيه الثانيه بتحطها في العربيه، بيشحن العربيه في 4 ساعات ونص، وعلى الشاحن السريع في نص ساعه بس. دركسيون العربيه خامته من الجلد وشكله شيك جدا، وفيه تطعيمات ميتال، وبيتحرك في 4 اتجاهات. على اليمين في التحكم في المالتي ميديا والمكالمات، وعلى الشمال في التحكم في مثبت السرعه والاوامر الصوتيه والكاميرات ال 360 درجه. وورا الدركسيون بيكون التحكم في نقل الحركه، وزرار الباركنج بيكون في النص. زاويه دخول كبيره جدا 24 درجه، زاويه خروج كبيره جدا 25 درجه. ناحيه فيها تانك البنزين ال 60 لتر، وناحيه فيها مدخل شحن الكهرباء البطيء والسريع. تاي 7 فيها بطاريه بليد باتري 26.6 كيلو وات ساعه، بتمشي العربيه دي الفئه الاولى 105 كيلو متر كهرباء بس، والفئه الاعلى بتمشيها 80 كيلو متر كهرباء بس. والتانك بتاع العربيه هنا 60 لتر، لو مليته على الاخر وشحنت البطاريه على الاخر تاخد رينج يمشيك ازيد من 1000 كيلو متر. ومكان شاحن وايرلس بقوه 50 واط وفيه تبريد، ووراه بيكون مكان لاثنين كاب هولدرز. والمسند الوسط هنا بيكون عريض، ومساحه التخزين فيه كبيره جدا، وكمان ما فيهاش نفق فتيس في النص، فالثلاثه اللي هيقعدوا ورا هيحطوا رجل على رجل. وتحت هنا بيكون في اماكن تخزين اضافيه تحط فيها الحاجات اللي بتجري، وكمبريسور هواء وسائل اخرام الكاوتش. اضاءه نهاريه تيتانيوم LED متقسمه على الفانوس من فوق ومن تحت بنفس التصميم، مع لمبات LED. فوانيس خلفيه تيتانيوم LED بنفس تصميم الفوانيس الاماميه من قدام، بس اصغر شويه. العربيه طويله جدا، طولها 5 متر، مع قاعده عجلات 2 متر 920 وخلوص ارضي 21 سم. وزن التاي 7 هنا 2 طن 110 كيلو، بس الاستجابه بتاعتها سريعه جدا، وبتوصل من 0 ل 100 في 8 ثواني فاصلة 3. كراسي العربيه فخمه جدا من الجلد البريميوم، وبيكون التحكم فيها كهرباء في 8 اتجاهات للسايق وفي 4 اتجاهات للراكب الامامي، وكمان الكرسيين قدام فيهم تبريد. شاشه وسطيه مقاس 15.6 انش فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. وهنا الانرجي مانجمنت اللي بتقدر تشوف منها نظام DMI بيشتغل ازاي لايف وانت ماشي بالعربيه. والقايم الثالث بيكون اسود وفاصل جسم العربيه عن السقف. عند القايم الثالث قطعه مربعه بلون العربيه وعليها شعار BYD مديها فخامه لشكل العربيه. نظام التعليق الامامي هنا دبل ويش بون قوي جدا، ونظام التعليق الخلفي منفصل مالتي لينك. مستوى الراحه اللي موجود في العربيه دي على السرعات الصغيره او على السرعات الكبيره فوق الممتاز. وانا جربت معظم عربيات BYD تقريبا، واقدر اقول لك ان العامل المشترك في العربيات كلها هو مستوى الراحه اللي انت بتحس بيه جوه العربيه. وده الكابل V2L اللي بيكون مع كل عربيات BYD عشان توصل العربيه باي جهاز انت عايزه وانت واقف. ولما بتتني الكنبه المساحه بتبقى 1880 لتر، الابواب اللي قدام واللي ورا كلها بتكون سوفت تاتش لحد المنطقه دي، ومكان مسند وسطي فيه مكان لاثنين كاب هولدرز. والعربيه فيها نظام صوتي من BYD ب 16 سماعه بريميوم موجوده في الفئتين. والعربيه فيها كاميرات 360 درجه برؤيه واضحه جدا، ممكن تخفي الشاسيه بتاع العربيه وتقدر تشوف من جميع الاتجاهات. Hi BYD. Please continue. Open seat ventilation. Okay, I've turned on the seat ventilation for you. ومع الراحه والحجم ده العربيه الاتزان بتاعها ممتاز رغم التصميم البوكسي بتاعها، بس مركز الثقل بتاع العربيه واطي جدا، اللي هو الموتور اللي على العجل الامامي، وكمان البطاريه اللي في نص العربيه من تحت. واحسن حاجه في نظام التعليق هنا ان زاويه فتح العجل كبيره جدا، فانت هتلف عربيه طولها 5 متر بكل سهوله من اماكن صغيره. بانل اسود على الفوانيس مكمل على الاستبن بتاع العربيه على الظهر بشكل شيك جدا. بانل اسود على الفوانيس وعلى الشبكه الاماميه زي التصميم اللي ورا بالظبط. وظهر الكراسي هنا بيكون في مكان ممكن تركب فيه تابلت، وتحت هنا اماكن تخزين للموبايل والمحفظه واماكن تخزين كبيره اضافيه. شاشه عدادات مقاس 10 وربع بوصه فيها نسبه شحن البطاريه ومدى الكيلومتر بتاع البنزين والاجمالي بتاعهم بيمشيك قد ايه، وبتقدر تشغل عليها الخريطه علشان تركز اكتر وانت سايق. وباب الشنطه هنا بيكون في اماكن تخزين واماكن تعليق اضافيه، وهنا مخرج 12 فولت، وعلى الناحيه الثانيه مكان سب ووفر. عزل الاصوات الخارجيه ممتاز، عزل صوت العجل تحت العربيه كويس جدا،
عزل الهواء هنا احسن بكتير من ما كنت متوقع. العربيه ضخمه والتصميم بتاعها بوكسي ومقاومتها للهواء شديده، بس في نفس الوقت صوت الهواء بيكون بسيط ومش هيضايقك ابدا وانت سايق. عتب جانبي ثابت لسهوله الدخول والخروج، مرايات كبيره كهرباء وفيها كاميرات 360 درجه وان اف سي، وكي ليس انتري في الابواب، مع ديفيوزر امامي شكله هجومي جدا على وش العربيه. اداء التكييف بتاع العربيه ممتاز، اليومين اللي انا بصور فيهم دول حر جدا، مع ملحوظه صغيره جدا، العربيه من جوه حجمها كبير، فانت عشان تاخد اداء التكييف مظبوط لازم تتحرك بالعربيه دقيقه بالظبط. وهنا التحكم في الدرايف مودز والاوتو هولد، وده زرار ستارت ستوب، وهنا بتنقل العربيه كهرباء بس او هايبريد، والتحكم في التكييف ومستوى الصوت. تاي 7 الفئه الاولانيه دي بيكون فيها 6 اير باجز، والفئه الثانيه بيكون فيها 7 اير باجز، بس الاثنين بيكون فيهم كاميرات 360 درجه وحساسات ركنه اماميه وتاير بريشر مونيتور سيستم، نظام ضغط الاطارات واوتو هولد وثبات الكتروني وكل انظمه الامان. بيزيد بس على الفئه الاعلى نظام الاداس كامل اللي هو ادابتيف كروز كنترول، بلايند سبوت، لين اسيست، ومانع تصادم امامي وخلفي، والتعرف على اشارات المرور وحاجات تانية كتير. هتيجي تقول لي بس كانوا سابوا في الفئه الاولانيه البلايند سبوت على الاقل. هقول لك انت اصلا هنا مش محتاج بلايند سبوت، لما بتدي اشاره يمين او اشاره شمال العربيه بتشغل لك الكاميرا اللي في المرايه علشان توري لك كل الشارع اللي وراك، فانت مش هيفرق معاك قوي البلايند سبوت. وهنا مكان التكييف الخلفي ومساحه تخزين، وتحتيها مخرج تايب سي ويو اس بي ومكان تخزين اضافي. تحت الكونسول هنا بيكون في مساحه تخزين كبيره جدا، فيها مخارج شحن يو اس بي وتايب سي ومخرج 12 فولت. اضاءه داخليه امبيانت لايت بلون واحد بس موجوده في كل حته في العربيه حرفيا. الفئه الاعلى دي بيكون اسمها لاكشري، بتكون بنفس المنظومه بالظبط، بس بيزيد عليها على العجل الخلفي موتور كهرباء علشان تبقى اول ويل درايف، دفع كلي بقوه 485 حصان وعزم 630 نيوتن متر، وبتوصل من 0 ل 100 في 5 ثواني فاصلة 7 بالحجم ده كله. السقف هنا باللون الاسود، والشماسات بيكون فيها اضاءه ال اي دي في الناحيتين. اضاءه الصالون الامامي بتكون تاتش على الناحيتين، وهنا التحكم في الستاره وفتحه السقف، وهنا مكان جراب النضاره، وهنا مكان تخزين للراكب الامامي كبير، وتحتيه جلاف بوكس بتكون مساحته كويسه جدا. تاي 7 موجوده في مصر عن طريق وكيلها الحصري مان دريم، موجوده بفئتين. اول فئه الترا بتكون دفع امامي ب 2,350,000، تاني فئه لاكشري بتكون دفع كلي ب 2,800,000. تاي 7 بيكون عليها ضمان 6 سنوات او 150,000 كيلو متر، وعلى البطاريه 8 سنوات او 200,000 كيلو متر، مع مساعده على الطريق لمده 6 سنوات مجانا، اللي هي طول فتره الضمان تقريبا. انا ماجد جاد وبحاول اعرفك على العربيات بطريقه سهله. لو عايز تشوفني مره ثانيه يا ريت تعمل لي فولو. سلام.